ممكن بعد اذنكم بس نقف مكاننا. ممكن بعد اذنكم نقف، بعد اذنكم ممكن نقف ثواني ونخلي السلامات هناك. بالفعل خليط بين السياسة والعسكرة. هذا الكلام يبدو في الكتاب بتاعه منذ أن عين في السفارة بتاعتنا في قبرص ووصل إلى هناك، ولم يكتفي بعمله الدبلوماسي ولكنه كان يؤدي أعمال أخرى كثيرة، ليس فقط أعمال عسكرية ولكن أيضا أعمال خاصة بالمخابرات العامة. وده موجود في الفصل الأولاني بتاعه لما حكى عن قصة الرجل الذي تم تجنيده هناك وإلى آخره. أحمد أبو غيث هذا الكتاب الذي كتبه مفيد جدا، لأن احنا حين نتعامل مع القضايا العسكرية كنا نتحدث فقط عما هو ظاهر إلى حد كبير، ونعتمد على عمليات التحليل المستمرة. ولكن أنا لما قريت هذا الكتاب وجدت المنظر الآخر لهذه الفترة في مصر التي كان موجود فيه مجلس الأمن القومي، في المجموعة العظيمة اللي هو ذكرها وكانت موجودة مع حافظ إسماعيل في هذا القصر، لكل هذا الكلام. وخليني أقول لحضراتكم في البداية أنا لا أناقش تفصيليا ما هو موجود في هذا الكتاب لأنه يتطلب وقتا طويلا، ولكني أذكر بعض الحاجات الخاصة بهذا الموضوع واللي شددني لكتاب القراءة حتى انتهيت منه. وهو لما كان يكلمني كان فاضل حوالي 20 ورقة بس فقط على الكتاب، وكان لازم أخلصها قبل ما أجي هنا وإلا هو يزعل مني. أحمد أبو غيث تميز بالعديد من الاختصار في كتابة هذا الكتاب. الأمانة مع النفس، وأن ما كتبه يعبر عن وجهة نظر، ولم يضع أي اعتبار في ذهنه إلا أن يكتب ما يعتقده وما يدرسه. حضراتكم لما تقرأوا هذا الكتاب هيتبين لكم أنه رجل لا يتحدث إلا بعد أن يقوم
عن ما تم في هذا المؤتمر، لكن كتب يقول: ولا أستطيع أن أتحدث عن هذا الموضوع لأني لم أحضر هذا المؤتمر. فكأن كل الكتابات عبارة عن رؤية عين، عن معرفة وثيقة بكل شيء. وكان هذا الكلام الموجود والمجموعة اللي موجودة في القصر اللي موجود في روسي هو مجموعة متميزة جدا. يتميز أيضا الوزير أحمد أبو غيث في الصدق مع الغير، كما استمعت إليه الآن يتحدث عن محمد إسماعيل يتحدث عن الناس الموجودين. وأنا هكلمكم شوية عن الناس دول وبعض الحاجات الناس اللي هو ذكرهم من ناحية إسرائيل، لأن هناك بعض الأمور اللي هم قالوها لي أنا في مجموعات أخرى تؤكد ما قاله الوزير أحمد أبو غيث في كتابه. هو ربط بين العسكرية والسياسة، وكما قال وكلمة شهيرة لكلاوزويتز لما قال أن الحرب هي امتداد للسياسة بوسائل أخرى. معنى ذلك أن هناك سياسة تقوم بالدولة بعملها، وتضطر في بعض الأحيان أن تستخدم القوة العسكرية إلى مرحلة معينة، ثم تعود مرة أخرى للقضايا السياسية. وهقول لكم حادثة حصلت تؤكد كل الكلام اللي قاله السيد الوزير أحمد أبو غيث في لقاء تم في أغسطس سنة 73 في وادي الملاك كيلو 76 طريق مصر الإسماعيلية في قيادة الفرقة 21 مدرعة، حينما التقينا بالرئيس السادات، وكان هذا في أغسطس يعني قبل الحرب بشهرين تقريبا. والكلام ده قاله ايضا الاستاذ فريد الدين في كلامه في الحته اللي قالها لما تحدث على الامور ثم الوصول الى مكان معين ثم عمل السياسه. السادات قال ايه؟ قال يا ولادي، وهو دايما يقول يا ولادي: انا اعلم ان كل المقارنات ليست في صالحي، واعلم ان هناك تفوق من جانب اسرائيل في العديد من الاسلحه. وهناك ايضا هذا اللقاء الشهير الذي تم في ذلك الوقت بين الرئيس الامريكي والرئيس السوفيتي، ووصلوا الى ما اسموه حاله الاسترخاء العسكري في منطقه الشرق الاوسط. واذا التزمنا بقضيه الاسترخاء العسكري في الشرق الاوسط، معنى ذلك ان يستمر الوضع على ما هو عليه الى ما شاء الله، ولن نستطيع ان نحرر أرضنا. عشان كده يا ولادي، الحته اللي جايه بقى ان كل حاجه حصلت كانت مخططه بما فيه الجزء السياسي. انا عشان كده يا ولادي انا عايزكم تعبروا قناه السويس وتحطوا رجلكم الناحيه الثانيه وتثبتوا في اماكنكم وتتركوا ليه باقي يعوم محله سياسي. وهذا هو ما تم. كان هناك لم تكن الخطه موضوعه على اعتبار ان نصل الى الحدود مع اسرائيل، ولكن ان تقول القوات مش تعبر بقى باقتحام قناه السويس، لان العبور نزهه والاقتحام عباره عن عبور بالقتال. وحصل دروس الشواطئ، ثم بعد ذلك تحرك الموقف السياسي والعسكري، ثم بعد ذلك تمت باقي الاجراءات اللي ذكرها الوزير احمد ابو غيث بالتفصيل الشديد، ومن زوايا ارجو ان تدعوها لانها تعبر عن بعض الحاجات الكامنه التي لم نكن نعرفها ولم يكن احد يعرفها بهذا الشكل. اهم شيء يبرز في كتابات الوزير احمد ابو غيث هو علاقه السياسه بالعسكريه. ومفاد الموضوع ان القرار السياسي الذي لا نستطيع ان ندعمه بالقوه العسكريه لا ناخذه، ولكن ناخذ بدائل له نستطيع بها ان نحقق هدفنا في النهايه. ومعنى ذلك ان هناك صله وثيقه كما قلت بين السياسه والعسكريه. اسمحوا لي اذكر بسرعه الناس اللي هو ذكرهم، يعني حافظ اسماعيل اللي انا كلمت معاه لمده 12 سنه
في المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، وكان هو رئيس مجلس الإدارة، وكان هو في وقت من الأوقات الذي يدير هذا المركز حينما تركه المرحوم السفير صلاح بسيوني. وكانت لقاءاتنا جميعا عبارة عن كل ما قاله السيد الوزير أبو غيث في الكتاب بتاعه. لقاءات نفسها اللي كان بنقاله كانت بتحصل وتنبسط في الغرفة، ثم تحدث عن الخلاف الذي أشار له الوزير أحمد أبو غيث ولم يفسره، وهذا يدل أيضا على أصالة شديدة في هذا الرجل. هو كل الحكاية تحدث عن الخلاف حصل ثم ترك أحمد إسماعيل مكانه في كمستشار الأمن القومي ولم يفسر هذا الموضوع بأسبابه، وكان هذا وضعا كريما يستحق كل التقدير. أسامة الفارس علاقتي به قوية جدا جامد. كان هذا الرجل يدعوني كثيرا إلى مكتبه في القصر القديم في وزارة التربية، وكنا نجلس سويا، وكنا حينما نجلس معا في جلسة ما سواء في القصر الجمهوري أو في أماكن أخرى، كان الرجل يستمع وكان لا يسمح لأحد أن يتحدث طول ما بكى. هذا الرجل يعني أنا أذكره بكل خير. أحمد ماهر علاقة قديمة أيضا بي بالنسبة لي، ولكن أذكر له مجموعة من الحاجات لما كنت بطلع الولايات المتحدة الأمريكية حضور مؤتمرين 3 و4، ففي مرة من المرات فوجئت بيه السكرتير الأول للسفارة بتاعتنا، جه خدني من اللوكاندا اللي أنا فيها يوم كنت هسافر وقال لي أحمد ماهر عايزك، فرحت قابلته في السفارة، وكانت السفارة اللي أنا رحتها هي السفارة الجديدة، لأن قبل كده كان هناك سفارة قديمة ورا بيت السفير ولكن نقلت إلى قصر أو سرايا كبيرة جدا. رحت قابلته فيها وكان لقاء مثمرا لأن تم الحوار منها على كثير من الأمور التي تحدث وأهمها توجيهات النظر الإسرائيلية التي كنا نتبادلها. أحمد ماهر عيني سفير لمدة أسبوع في وزارة التربية، وأنا أذكر إن هم مضوني وأنا بستلم على الإخلة قبل الاستلام. إيه يا أخوانا ليه كده؟ قال لك إيه بتستلم وما تسيبش؟ تقول أنا مش ماشي. فمضوني على الإخلة الأول وبعد كده مضوني على الاستلام، وكان معايا علي أخوان في هذا الرحلة. رحنا سافرنا عدة سفريات، وكان اللقاء الأساسي موجود في العقبة، وكان في هذا الموضوع كان هو عادني ممثل وزارة الخارجية، ثم بعد أن عرفت طبعا سحبوا مني هذا اللقب العظيم. أحمد أبو غيث بقى نفسه فوجئت بمكالمة منه من روما، فهي سنة كان سفيرا في روما، وماجي جورج كان يروح الحرب جه بقى دول ما حضرتوش جه بقى على ما اظن، وقال لي ان هو مفترض ان هو هيقابل المجموعه العسكريين الايطاليين في لقاء، ولكنه نقل قبل هذا اللقاء الى وزاره الخارجيه ليعمل مع امر مصر. فقال لي انا هقترح عليهم النتيجه، عندك مانع؟ قلت له لا الشرف ليه حاصل حاجه، ده تكليف كمان. فالمهم رحت هناك واستمرت علاقتي بالجيش الايطالي لمده 4 سنين، قابلت فيه وبعد كده انا في جورج لما جيت، وقابلت الناس اللي انا كنت بروح هناك يقابلني ضابط في المطار وعربيه ومرافق، وكنت بروح اقابل وزير الدفاع ورئيس الاركان والرؤساء والى اخره، وكان لقاء عظيما. وكان كل هذا الموضوع اصله أحمد أبو غيث الذي رشحني لهذا الموضوع. عندي كلامي ب2 أو 3 من الإسرائيليين اللي هم أيضا ذكروا في جزء منهم ذكر في الكتاب ويؤكد كل الكلام اللي قاله الوزير أحمد أبو غيث. أول واحد هارون يليف، وهارون يليف كان على رأس الوفد الإسرائيلي في مباحثات الكيلو 101 الذي كان يرأس الجانب المصري فيه المشير الجنصي رحمه الله.
في 67. ثم بعد ذلك تولى مركز جهاتي للدراسات السياسية والاستراتيجية. وكان هناك العديد من اللقاءات التي تمت بينه وبين هذا الرجل. ولكن أهم حاجة، أهم لقاء قابلته هو سنة 93. هو مات بعد كده، جاله انسايت كان لأبيه وجاله جلطة في المخ ومات وإلى آخره. لكن في 93 قال لي المعلومة التي تفسر الكثير مما حدث في سنة 73. قال لي: نحن لن نأمن على إسرائيل إلا بعد أن يصل عدد سكاننا إلى 3 مليون. قبل كده ما قدرش. معنى ذلك أن كان عدد سكانهم أقل من 3 مليون، وفي هذه الحالة تكون عمليات التعبئة مكلفة لهم. ليس هذا فقط، ولكنها توقف الحركة تماما داخل إسرائيل، ومن هنا كانت عمليات التعبئة السريعة والحرب السريعة وغيرها. ثاني أنا أتكلم عليه إسرائيل طبعا. إسرائيل طبعا والحوار اللي طلب مني من إسرائيل طبعا. أنا نشرت في مجال السياسة الدولية في عدد يوليو أولا 98، كتاب مرور 25 سنة على أكتوبر. كتبت الجولات الصراع كلها من فلسطين لغاية أكتوبر. ثم بعد ذلك كان في العدد اللي بعده اللي هو في أكتوبر سنة 98 كان هذا اللقاء الذي كتبته في هذه المجلة. وكان هناك 3 أسئلة سألني الراجل فيه. 1: من الذي انتصر في حرب أكتوبر 73 عسكريا؟ قلت له إحنا. وابتديت أستعد عشان أقول له إحنا ليه؟ فقال لي: أنا موافق عليه. طيب من الذي انتصر في حرب سنة 73 سياسيا؟ قلت له إحنا. وابتديت أستعد مرة أخرى إن أنا أقول عشان كذا كذا. قال لي: أنا موافق. لكن إحنا انتصرنا تاريخيا. وهنا كان بيستخدم حاجة يسموها البرسبكتيف هيستوري أو التاريخ المستقبلي. وبيقول هذا الكلام، وقلت له: لا نستطيع أن نحكم على هذا الموضوع إلا بعد أن يعبر عديد من الأزمنة حتى يمكن لنا أن نتبين من الذي قام بالانتصار. الأخرين قال اسمه مردخاي جور، مش هتكلم عليه، لكن مردخاي جور أنا قابلته في أحد المنتجعات في سويسرا، وكان الحديث أيضا عن حرب 73، وأكد الكثير مما كتبه السيد الوزير أحمد أبو غيث في كتابه. هذا الرجل الذي عمل عملا عظيما، وأنا أهنئه على هذا الكتاب، وأشكر أيضا الناظر مصر في هذا الموضوع بكل الناس الموجودين بما فيهم دانيانا ووليدها طبعا وكل الناس ونشوى، وإن شاء الله نشكر.